والله عليك يا سيدي، ده ميمي عبد الرازق بورسعيدي. جماهير المصري البورسعيدي في كل مكان، ألف 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 مبروك النهاردة الفوز على البنك الأهلي العنيد اللي ما عمرناش غلبناه في الدوري العام. 13 مباراة ما غلبناهوش. النهاردة ابن بورسعيد ميمي عبد الرازق ولعيبة المصري النهاردة الرجالة بتقول لجمهور بورسعيد احنا موجودين وهنخش افريقيا السنة دي. المركز الرابع محجوز لبورسعيد والنادي المصري، وهنخش افريقيا وهنلعب مطوشة جامدة. ألف 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 مبروك للنادي المصري، وألف مبروك لمستر كامل أبو علي. النهاردة بنناشده بنقول له ارجع لمكانك الطبيعي وكلنا هنساندك. مباراة رائعة للنادي المصري، مباراة رائعة لأبناء بورسعيد، مباراة رائعة لميمي عبد الرازق اللي النهاردة بيقول لك أنا بورسعيدي أصيل وهقف مع فرقتي. عمل مباراة كبيرة جدا 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 أمام فريق عنيد وهو البنك الأهلي. النهاردة نجوم كتير، باهر المحمدي النهاردة الفدائي، يعني كنا بنلوم عليه في مباراة، النهارده فدائي واخد نجم المباراة ودغموم وكل اللعيبة. النهارده بصراحة مباراة كبيرة كبيرة كبيرة. مبروك لجمهور بورسعيد العظيم، مبروك للجماهير اللي سافرت وما فقدتش الامل اللي احنا ناخد المركز الرابع. وفعلا اللعيبه الجدعان النهارده انا بقول عليكم رجاله، لما بتتحطوا في مواقف صعبه بتثبتوا اللي انتوا رجاله. النهارده انتوا رجاله يعني فوق العاده، بتتمسكوا وبتقولوا لا هنخش الكونفدراليه وهنلعب تاني. ده المكان المحجوز لينا، وباذن الله تلعبوا في افريقيا وقدامنا مباراة لو حتى تعادلنا فيها بس نغلب بإذن الله حرس الحدود، ونثبت للجماهير مصر وجماهير بورسعيد إن احنا فرقة جامدة وعندنا لعيبة جامدة جدا. وأخيرا بقول لجماهير بورسعيد ألف مبروك، يعني زحفتوا ورا الفرقة وما فقدتوش الامل، وربنا كافئكم النهارده بالفوز. مبروك لجمهور النادي المصري، مبروك للاعيبه النادي المصري، مبروك لميمي عبد الرازق اللي عمل كل في